حمد الشاكرين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب جهنم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. كان صلوات ربي وسلامه عليه إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وكان خلقه القرآن. سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا من بالمدينة أسكنك الله، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسن سنته إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الجمع الكريم أحباب سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإيجابية في الإسلام قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أين التعاون في هذا المجتمع؟ الكبير يريد أن يأكل الصغير لا يحترم الكبير. القوي يريد أن يدمر الضعيف. لما لا نتعاون؟ لما لا يكون الإنسان إيجابي كما يحب نفسه ويحب غيره؟ انظر إلى هذا المثال البسيط. نملة حينما رأى جيش سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قالت لزملائها من النمل ادخلوا مساكنكم
لا يحتملنهم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. مش هيشعروا بدم النمل. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على النمل قالت نملة كلمت قال الشيء أنجو بنفسي كما يقول الآخرون إذا أتاك الكفار أنجو بنفسك يلا نفسك هو يقول عن نفسه نفسي ما قالش نفسي حتى إذا أتوا وادي النمل قالت النملة فاعل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يا أداة نداء يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم كل نملة تدخل مسكنها بسرعة علشان جيش سليمان قد يقوم بتحطيمكم بدون أن يشعر يدوسك بالأقدام عشان تنام. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالنملة أرادت النجاة لنفسها ولغيرها. شوف مخلوق ضعيف في أضعف من النملة، مخلوق ضعيف فكر في غيره كما يفكر في نفسه. أما أنت أيها الإنسان ذو العقل تسمع وترى وتبصر تأكل وتشرب وتتزوج. الإنسان المخلوق فيه العقل واحد يقول نفسي والقرآن قال فإذا جاء الساعة هتفرق أخوك وأمك وأبوك وأختك عمك وعمتك خالك وخالتك زوجتك. قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة وحد ربك. شوف لما القيامة تقوم هيفر من مين ومين؟ هيفر من أعز مالك، يعني معنى كده البعيد أو القريب قرابة بعيدة من الدرجة الثالثة والرابعة والثالثة أكثر من الأب الزوجي الأب الأم الأخ، وهو بدأ لك بالأخ. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد في حاله، كل واحد عنده يشوف حاله جنة ولا نار. الناس اللي داخله الجنة داخلي والناس اللي داخله النار داخلي، ما عدا الجماعة اللي هم حسنات وسيئات وثلاث ضعف بيقعدوا في مكان غير منظر فيها منه. استنى عن أمره وربنا يعفو عنهم ويدخلهم الجنة ما تساوي حسنات وسيئات، عشان تخلي بالك من حسناتك ما تضيعش حسناتك، وخلي بالك من سيئاتك ممكن يزيد بدون ما تشعر. شغال في سيد فلان مليان حمل على نفسك، او ادي فلان هديه، ادي له هديه، ادي له من حسناتك. مفيش حسنات خذ من السيئات
حمل على كتافك سيئات غيرك، حمل على كتافك سيئات غيرك. يلي تظلم نفسك، بتقصر في عبادة ربك، خالق في الميراث. من حرم وارثا من إرثه حرمه الله من ميراثه في الجنة. يا من لديك زوجتان فأكثر ومفيش عدل بينهم، الحديث بيقول لمن لم يعدل يأتي شيء إعواج يوم القيامة. خلي بالك من نفسك، يلي بتقرب على أرض غيرك أبيه ما كنت شاب كم صمت مواعيدش فلان. طب ورب فلان الواحد الديان، واحد الواحد الديان إنه يراك ويبصرك. أنت اللي غفلان، أنت اللي مسكين، أنت اللي ما داريناش بنفسك. قرب على الأرض، خد لك حكمة، خد لك شب، خد لك صمت. وفي حديث ما معناه من أخذ شبرا من أرض أخيه طوقه الله بضوء في نار جهنم سرقته، عشان نقرب على حتة من أرض فلان. يا غفلان ما تقولش فلان غفلان، قاعد رب فلان. الإنسان بيزرع بيقلع عياله بيربيهم، بيته أسرته بلده. المؤمن الصالح يقول يا رب استودع كل داعي. يبقى هو سبب الحكاوي يقول لي أمانة عند الله. ربنا هيسيبك، هيمسكك انت، هيبقى ليك ذنب في الدنيا وفي الآخرة. هتقول أنا عفر، أنا قوي، أنا معي عزوة، أولاد كثير، أراضي كثير، عائلة كبيرة. طب ربنا هو الأقوى، الله هو القوي وهو الأقوى. خلي بالك أنت المنتقم الجبار، واحد المنتقم الجبار. أيها المسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين. وبعد، ينبغي لك أن تجعل نصب عينيك الخير كله. خلي الخير في قلبك وفي عقلك وفي جميع جسدك. سيدنا النبي صلى عليه الخير فينا وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة. الخير قاعد موجود بس بيبقى مختفي أو غير ظاهر. إنما الشر والسوء لما بيحصل أو بيحدث بينتشر على وجه الأرض. ده حصل شر، مكان السيئة كأنها مياه نار والحسنة لا تذكر. فاحذر من السوء وفعله. تعاون لأخيك كما تحب لنفسك. سيدنا أبو بكر دخل المسجد يصلي، وجد أحد المشركين أظنهم عقبة بن أبي معيط أمسك ببعض ثيابه وأخذ يخنق في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فدافع أبو بكر عن النبي وقال أتقتلون رجلا قال ربي الله؟ فينبغي لك أن تكون إيجابيا، تحب
وابدأ بذوي القربى، صلة الرحم، الأقارب، أبوك وأمك، أبوك وأمك. اللي بنسمع فلان يؤثر زوجته على أمه بيفضلها، ليه؟ عشان زوجته هي الدنيا كلها، طب أمك هي الآخرة كلها. الزوجة موجودة في السوق، لكن الأم، مين هيشتري الأم؟ مين هيشتري الأم؟ لو في حد يشتري أب وأم بيع والدين بأرخص الأثمان، بيع. لكن الولد الصالح التقي يقول أنا أشتري والدي بكل ما أملك، بكل قطرة في يدي. ملعون من يقتل زوجته على أمه بفضل تفضيل بس. الزوجة على مين؟ على الأم. خلي بالك من نفسك، اوعى تطير ورا الزوج، تكون غير صالحة وتكون تاخد معاها على فيها على جهنم، على فيها على جهنم. ليه؟ خليك تعصر والديها، صومك يعلم على أبيك وأمك عشان الزوج. وقد نسمع بما بنعلو صوته ونسمع بمن يضرب والديه. إنا لله وإنا إليه راجعون. فاحذر كل الحذر. نعم المرأة مكلفة الكثير من المال، لكن مش هيكون المال أغلى من الوالدية. الوالدية إلا إذا كان والديك يا ولد ما تصليش كتير، ما تمشيش مع فلان الزين الصالح، ما تزورش المريض، ما توديش يا ناس لحد، ما تعملش معروف في حد. في حالة إن هم يقول لك ما تعملش الخير، يبقى كده أنا أعمل، يعني مش عصيان للوالدية دي، ده عصيان لله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هتشيل والديك في القبر سنة 2 3 5 10 ويرحل وهم مليين لك قلوبك، مليينك كلك بالدعوات. روح يا ولد يا فلان، دايما ربنا يعمل بيتك. روح يا فلان، الخير كله عندك يا ولد. دعوات ضيقة غالية مش هتحس بيها غير بعديها. هتقول ده انا خدت ميراث زي اخوي، ده اخد فدان وانا خدت فدان، بس اخويا الفدان فيه 10 وانا الفدان فيه 1000. لما دعا الوالدين، دعا الوالدين لكل رزق، لابواب السماء مفتوحه على طول للاب والام. الوالدين لو تكلمنا عنهم عايزين خطب كثيره، لكن لا نقول الا ما يرضي الله. فوضنا امرنا الى الله وافوض امري الى الله، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. نفوض جميعا امرنا الى الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام في كل مكان وفي اي زمان. ارحمنا يا رحمن، ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، انك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.